شباب أولى إعدادي أزهر، إزيكم عاملين إيه؟ دلوقتي هنتكلم في المراجعة النهائية بتاعتنا. عندنا شوية امتحانات هنحلهم مع بعضينا، بس حاجة سهلة وبسيطة خالص. وأنا لو حد ركز معايا كده بص ورايا، أنا مجهز لك الأنسرز. تمام، مجهز لك يعني الإجابات عشان الفيديو ما ياخدش معانا وقت كبير، عشان الدنيا تبقى سهلة علينا ويكون الموضوع بسيط خالص، ونقدر نفتكر المنهج كله ونفتكر الكلمات ونفتكر الجرامر، نفتكر ازاي نعمل باراجراف، نحل المحادثه القطعه ازاي، وتلاقي الدنيا سهله ان شاء الله باذن الله. وبكره الكل يحل زي الفل ويخرج مبسوط وفرحان. تعال نخش مع بعضينا دلوقتي يا شباب. لما اي حد يجي يحل المحادثه، لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت قبل ما تحل افتكر الخطوات بتاعتنا اللي احنا قايلينها. اسال على اخر كلمه، احدد اداه الاستفهام. الخطوه الثالثه، لو الجمله فيها از او ار او كان او ويل خدهم حطهم في السؤال. طب لو فيها درس جرامر يونت 7، يعني في شود في ماست، تمام، خدهم برضه حطهم في السؤال. طيب لو مفيش بقى الكلام ده، هنروح لدو يا داز يا ديد. دو بتيجي مع الفعل في المصدر، لو الفعل اخره اس التحقق بتبقى داز. ديد بتيجي مع الماضي. فلو سمحت لو سمحت لو سمحت محدش ينسى اللي انا بقوله. وفي حاجه كمان، شايف السطر بالاسود ده يا شباب؟ اقرأه. والله فهمته تمام، عرفت معناه، ما عرفتش معناه مش قضية، أهم حاجة يعني اعمل الخطوات اللي أنا لسه قايلك عليها. دلوقتي بيقول لك أميرة and إمام wanted to help their neighbor Miss مروة. أميرة وإيمان عايزين، يريدوا أن يساعدوا their neighbor يعني جارتهم مس مروة. طب حلو أوي، تعالى بقى معايا كده. مس مروة كل ده مش ماليش دعوة بيه. بص هنا سؤال. طيب تحت رقم واحد بيقول لك we should help her carry her heavy bags. حلو قوي. بص، المفروض اسال على اخر كلمه اللي هي her heavy bags. واحد يجي يقول لي دي كلمه، اقول لك كلمه. ما هو heavy يعني تقيل، دي صفه، والصفه وراها موصوف اللي هي شنط، يبقى ان احنا نساعدها تشيل الشنط. ممكن حد برضو يقف لحد هنا كده يقول لي طب ما ممكن اسال على كل ده، ما كل ده يعتبر حاجه واحده. her carry her heavy bags، هي تشيل الشنط بتاعتها، يبقى احنا نساعدها. طيب كده دي حاجه غير عاقل يا عم، حتى لو انت ما خدتش بالك حاجه غير عاقل هي باجز، يبقى وات. طب الجمله فيها از او ار او كان او ويل، شود او ماست، شود اهي، خد شود حطها في السؤال. وي بتتحول ليو. وات شود يو دو، ماذا يجب ان تفعل او يجب ان نفعل. طب لو محدش عايز يحط دو وحط هيلب، مش هينفع تقولها كده، هتقول how should you help her. يعني هنقولها كده، هتقول how، كيف بقى هنساعدها ازاي نشيل لها الشنط، يبقى how should you او we. ممكن حد يكتب we مكان you، يعني ممكن حد هنا يكتب we عادي، مفيش اي مشكله لو كتبت we تاني. help her، كيف نستطيع ان نساعدها. هي وي هتنزلها بعد كده، شود هتنزلها بعد كده، هيلب هتنزلها بعد كده، هير بعد كده الاجابه اهي كاري هير هيفي باكس. تمام، لو حد كتبها كده تمام، لو حد كتبها كده تمام. اهم حاجه خطوات حل المحادثه لوجه الله محدش ينسى. اسال على اخر كلمه، احدد اداه الاستفهام، ابص بعيني في الجمله لو في از او ار او كان او ويل او شود او ماست خدهم حطهم في السؤال. طب ما فيش، هنروح لدو يا داز يا ديد. الصيغه دي ممكن تتكتب كده والصيغه دي ممكن تتكتب كده، بس لو هتكتب هاو يعني كيف نساعدها، كيف نستطيع ان نساعدها، كيف يجب ان نساعدها. طيب رقم اتنين، فين اخر كلمه؟ اخر كلمه اهي in 10 minutes، في خلال 10 دقايق. حلو قوي اهو. هسال على الوقت، بسال على الوقت مين وين متى. ويل اهي، يبقى ويل اهي. شي اهي، شي اهي. بي باك فروم ذا ماركت، بي باك فروم ذا ماركت. ما عملتش اقسم بالله اي حاجه. تاني خطوات تاني، اسال على اخر كلمه، احدد اداه الاستفهام، ابص بعيني في الجمله لو في از او ار او كان او ويل او شود او ماست، ادي ويل اهي طلعتها فوق. بس كده انت خدت نص درجه. بعد كده كمل بقى كل الكلام اللي تحت طلعه فوق، ما عدا اللي بنسال عليه، ما عدا اللي بنسال عليه محدش ينسى. طيب قالت لها she will be back from the market in 10 minutes، هترجع من السوق في خلال 10 دقائق. خلاص ماشي تمام، تعال نساعدها. اوكي شور او اوكي بس او اوف كورس، اي حاجه كويسه. that's good مثلا، حد كتب that is good عادي، that is great عظيم، ما عندناش اي مشكله. لو حد بس هيكتب اوكي خد بالك ان اوكي كده. تعالى بقى على الكلمات، وطلابنا اللي بيحضروا معانا من الاول. احنا الكلمه دي قلناها كم مره قبل ما اقرا؟ responsibility قلناها كتير قوي. طيب هنا بيقول لك cleaning the park
تنظيف الحديقة with other volunteers مع الفولنتيرز المتطوعين اللي بيعملوا حاجة لوجه الله is an example of يعني مثال لإيه؟ responsibility يعني مسؤولية. responsibility يعني مسؤولية. طيب هنا بيقول لك the opening of the World Cup بداية أو افتتاح كأس العالم in قطر 2022 كأس العالم لكرة القدم تمام was not event كان حدث إيه؟ breathtaking كلمات unit 7 breathtaking يعني مذهل ordinary يعني عادي sad حزين وضل يعني كئيب فكل ده غلط. رقم 3 تعالى لي على الجرامر قبل ما تجاوب بصوا النقط فين؟ النقط في الآخر يبقى اللي هنختاره هيبقى آخره اس دي أول حاجة. يا إما كلمة ماين هنا بيقول لك كريم يعني هي النقط في الآخر يعني تحط ضمير الملكية هنا في الآخر كلهم بيبقى آخرهم اس يبقى هز من غير ما أقرأ الكلام. بص بقى كريم owns this red car العربية دي بتاع كريم it's his ملكه بتاعته ملكه تمام بس كده. نيجي على اللي بعديها بعد النقط في ذان طول ما ذان موجودة خد الصفة أهو صفة زائد اي ار زائد ذان شكرا اهو صفة زائد اي ار زائد ذان بس. طلاب بقى الأزهر يا شباب دي مقارنة اتنين ببعض يا جماعة. طلاب الأزهر يا شباب السؤال ده هيجيلك في الامتحان هيجيلك كده بص هيجيلك كده يا جماعة عشان بس الناس تبقى عارفة هيجيلك كده فأنت هتعمل إيه؟ هتطلع الغلط تمام وتكتب الصح. بص next year في المستقبل will بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر أو بص مكتوب إيه؟ moved غلط هي دي الغلط هتحط خط كده والناحية التانية زي ما اتدربنا في الترم الأول وتكتب الفعل الصح أو الإجابة الصح move. بص الناحية التانية أو اللي بعديها we must talk loudly in the library نتكلم بصوت عالي في المكتبة لا طبعا must هتحول ليه؟ mustn't. طيب رقم 3 بيقول لك مريم will بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر أهو send يبقى رقم 1 ورقم 3 نفس القاعدة will مرتين ها؟ طيب رقم 4 سلمى إذ ذا زائد صفة زائد est أو the most أو the least زائد صفة أكثر من 5 حروف يعني أكثر من مقطع في النطق. تمام طيب حلو beautiful صفة أكثر من 5 حروف بس مكتوب more ما ينفعش هتبقى ده most الأكثر بدل more خليها most. طب لو less يعني لو هو كاتب the less خليها أنت the least خدوا بالكم كل الناس تاخد بالها less يعني أقل. طيب نيجي على اللي بعديها تعالى بقى نحل القطعة مع بعضينا. بص على أول سؤال في القطعة بصوا يا جماعة أول سؤال في القطعة بيقول لك when do they play games and watch movies. أي حد عايز يحل أي سؤال مقالي إحنا الامتحان الصبح بقى أي سؤال مقالي في أي قطعة في أي امتحان من تالت كلمة أهو من بعد الفعل المساعد يعني من بعد do من بعد من هنا كده أهو خد الكلام ده دور عليه فوق بس أهو هو بيقول لك when يعني متى وهنا why يعني لماذا. طيب when متى بيلعبوا play games and watch movies أهو تعال ندور على الكلام ده play games أي بص on weekends we play games and watch movies as a family on weekends في الأجازات. حد كتب on weekends بس صح حد كتب الجملة من النقطة للنقطة صح انتوا الاتنين صح شكرا. رقم 2 بيقول لك why do these traditions make the family happy ليه العادات أو التقاليد دي بتخلي العيلة سعيدة ليه ليه أهو بس هي دي. طب حد مش عايز يكتب كده عايز يكتب because الأول يعني حد عايز يكتب because وراح these traditions make our family happy and they bring us closer عشان بتخلينا نقرب من بعضينا. حد كتب because ما عندناش أي مشكلة انتوا الاتنين صح اهي بس شكرا سلام عليكم ما تديش الموضوع أكبر من حجمه. رقم 3 بيقول لك on special days they not and take family photos. تعالوا نطلع ندور كده على الكلام ده فوق اهو انا حللها اصلا ومظبطها لكم بص
family photos اهي family photos اهي on special days we exchange gifts and take photos أو exchange gifts أو and take photos أي exchange gifts أدي exchange تمام وأدي family photos تمام و on special days مكتوبة فوق اللي أنا علمت لكم عليها. رقم 4 بيقول لك the family celebrates not and holidays العائلة بتحتفل بإيه والأجازات. هنشوف معلش أنا آسف لازم أوريك لازم أقنعك لازم أقنعك حقك عليا إنك تبقى فاهم حقك عليا إنك تشوف حاجة مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ إحنا عايزين طلابنا يبقوا فاهمين أهم حاجة عندنا يبقوا فاهمين. ها أهو بص بيقول لك إيه We celebrate birthdays, holidays like New Year and عيد زي راس السنة وزي الأعياد بنحتفل بأعياد الميلاد أهو. The family celebrates birthdays أهو. ما عملناش حاجة. يعني انتوا يا جدعان أي حد فيكم قفل الامتحان لو بس بيذاكر ب2 جنيه بس. Your daily routine اللي عملناه مع بعضينا بقى يا جماعة كذا مرة واتكلمنا فيه وحلينا عليه جمل بس هو عايز منك كام جملة يا شباب الأزهر؟ 4 جمل بدرجتين يعني كل جملة نص درجة. عندك حلين يا إما تكتب من دماغك يا إما تستخدم ورقة الباراجراف اللي أنا عاملها لكم من أول 10 12 جملة كده يعني خلوا 5 6 جمل في بالكم عشان لو أي حد جاله أي موضوع يقدر يكتب عن أي موضوع في الدنيا ما يبقاش معتمد إن أنا حافظ كلمتين فعايز أدبهم وخلاص. طيب هنا بيقول لك عاداتك اليومية دي حاجة سهلة يعني لازم هنبدأ الجمل كلها نقول أنا قلت I wake up early أنا بستيقظ مبكرا. I have my breakfast أو I eat my breakfast أنا بتناول الفطار. I go to school I meet my friends I take English at school باخد إنجليزي في المدرسة. I do my homework I go to club I مثلا go to the gym أي حاجة. I watch TV I do my homework احنا قلناها تمام. ممكن حد يقول ايه I chat with my friends انا بشات مع اصحابي on WhatsApp مثلا ده لو حد عايز يكتب يعني ويتعمق بس يا جماعة 4 جمل دور على الحاجة البسيطة السهلة اللي تاخد بيها الدرجة بس ده كده الامتحان الأول. طبعا احنا يا جماعة متدربين أكتر من كده 8000 مرة. طيب بصوا بقى يا شباب معايا على المحادثة في الامتحان نمبر 2 تيست 2 بيقول لك عبد الله and ياسمين are talking about بيتكلموا عن helping at home المساعدة في البيت. نقدر نعمل ايه في البيت؟ بص بقى أي سؤال مش أوله أي سؤال يجي لك في الامتحان مش أوله WH أو هاو يعني سؤال بهل سؤال بإيه؟ بهل يبقى احنا هنجاوب يا إما يس يا إما نو. هنا بيقول لك do you help clean the house do you help clean the house مع كم اهو وين do you tidy it بتنضفوا امتى؟ اكيد يس I do you بتحول لاي ودي do نزلتها بس يس I do. طيب تاني حاجه امتى بتنضف؟ انا كتبت every day كل يوم براحتي. رقم 3 سؤال اوله does your brother help you sometimes هل اخوك بيساعدك احيانا؟ والله حد ممكن يكتب yes he does عشان brother he yes he does تمام. حد تاني ممكن يقول لك no he doesn't والله اللي يريحك يعني مفيش مشكله ما دام مفيش حاجه مكتوبه في الاخر اكتب اللي انت عاوزه. بس انا رايي احنا هنا قلنا يس كمل يس وخلاص ويعكس اول كلمتين brother بقت he وdoes نزلتها بس كده. ندخل على تشوز بيقول لك a not party is a special celebration يعني احتفال مميز planned متخطط له secretly في السر for someone لشخص ده اسمه ايه؟ مفاجأة surprise. Number 2 desert animals learn to not to extreme heat درجة حرارة عالية جدا by staying in the shade ان هم يقعدوا في الشيد. شيد يعني ظل. طبعا الحيوانات اللي تعيش في الصحراء او الحيوانات عموما عندها حاجه اسمها تاقلم على الجو اللي هم عايشين فيه تمام ان هم يقدروا يعيشوا مع طقس مختلف او طقس شديد الحراره او شديد البروده ربنا خالقهم كده. طيب اتاقلم بقى دي يعني ايه؟ تو بي جارها الفعل في المصدر. سناب لا سناب دي لا مالكش دعوه بيها اصلا. ادوبت يتبنى يتبنى طفل مثلا لا. increase يزود لا. adapt يتأقلم adapt بالإيه خلي بالنا بالإيه. طيب نمبر 3 بيقول لك you not brush your teeth يا عم ما كملش بيقول لك brush your teeth اغسل سنانك خلاص يا عم should من باب النصيحة وشود وراها الفعل فين؟ في المصدر grammar لكن shouldn't لا المعنى مش مناسبها mustn't لا المعنى مش مناسبها وhave لا have معناها يملك أو عندها.
number four بيقول لك in a few years يعني في خلال أعوام، تمام، يعني في المستقبل. cars will fly high in the sky. العربيات هتطير في السماء إن شاء الله بإذن الله. طيب بص بقى، مالك finished homework ها homework ملهاش معنى، عايز اقول واجبه ملكه his. his homework. طيب نمبر 2 بص، في ذان بتيجي مع مين؟ باخد الصفه احط لها اي ار بس، يبقى shortest ولا shorter اقصر من. نمبر 3 بص، must بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر، يبقى must look. نمبر 4 my friend's house is، ممكن حد مش واخد باله بس بص اقرا كده، بيقول لك my friend's house. friend's واز ازاي هو بيتكلم هنا بيتهم ملكهم، اقولها ازاي؟ او ملك صديقي او صديقتي، اقولها ازاي؟ لازم اسم الملكيه كده. friends. لكن لو حد بقى ما خدش باله ده، يبقى ده ما بياخدش جرامر، ده مش ما خدش جرامر يونت 9، مش عارفها، مش فاهمها. كل حاجه صح اهي، هاز ودي از مفرد ودي مفرد، هاز بتيجي مع المفرد، تمام. وهنا مش هينفع اقول لك ماي فريندز هاوس از، ازاي؟ يبقى ار بقى، وبعدين لازم اقول هاوسز بيوت، ما ينفعش، فانا لازم احط اس الملكيه للمفرد، اس الملكيه للمفرد كده. انما لو هي جمع وعايز تخليها اس الملكيه للجمع بتتكتب كده. بس ايه، عمره ما يكتب از، هيكتب لك ار، فانت هتخليها بالمنظر ده. يا ريت ناخد بالنا. نيجي بقى يا شباب على القطعه في الامتحان الثاني، هايجين يعني النظافه الشخصيه. عندنا في المنهج في الكلمات الحفظ النظافه الشخصيه. تعال نقرا. بيقول لك واي لماذا، ادي وات يا ما او ماذا لغير العاقل. فين تالت كلمه اهو، يلا بينا. people follow hygiene habits. ليه الناس تمشي على الهايجين habits اهو؟ many people follow hygiene habits to stay clean and avoid getting sick. اهي عشان يبقوا نضاف ويتجنبوا الامراض، تمام. طب حد عايز يكتب بيكوز، هتكتب بيكوز بس هتاخد بقى دي، هتشيل تو بيكوز، هتروح قايل كده بيكوز people want to stay clean and avoid getting sick. لو خدتها بقى زي ما هي خلاص عادي. طب لو قلت بيكوز كل الرغي ده زي ما هو عادي، يعني كتبت بيكوز هنا، ادي بيكوز اهي عادي. لو حد كتب بيكوز هنا وراح رازع وراها الجمله دي كلها عادي. المهم الاجابه بتاعتك من نقطه للنقطه، محدش ينسى. طيب رقم 2 what should we do every day to stay clean. نقدر نعمل ايه كل يوم عشان نبقى نضاف؟ هي سهله بس تعال نقولها، عايزين نطلعها من هنا. اهو we should، بص we should wash our hands، نغسل ايدينا. brush our teeth، نغسل سناننا. take baths، يعني ايه؟ ناخد دش. wear clean clothes every day او every day. بس ودي should اهي وراها الفعل فين؟ في المصدر. كل فعل كان بيجي في الجمله كنا بنخليه فين؟ في المصدر. ادي brush وادي take وادي wear. ليه كل ده؟ عشان should يجب ان للنصيحه. grammar unit 7. طيب اللي تشوز بيقول لك hygiene helps us to، النظافه الشخصيه بتساعدنا ايه؟ اكيد نبقى بصحه جيده من غير ما تبص على القطعه. stay healthy هي مكتوبه فوق بس مش مستاهل. هنا بقى protect يعني يحمي، ده سؤال صعب لان هو عايز معنى كلمه ممكن الناس ما تبقاش عارفه معناها، مع انها في كلمات الحفظ بس ممكن حد يبقى مش عارفها، تمام. protect يعني يحمي، هي save، هي يا جماعه save. طيب نمبر 4 يا جماعه بيقول لك an amazing place you visited، يعني لازم الجمل تبقى في الماضي. لازم الجمل تبقى فين؟ في الماضي، ما عدا لو هتقول I like زي ما انا عملت هنا كده. I like انا احب، خلاص تكتبها عادي. لكن هنا بص لازم تقول لي وايه، بيقول لك amazing place مكان رائع زرته، لازم تقول لي اسم المكان ايه، ما حدش يكتب جمل وخلاص. I visited the pyramids، انا قلت I visited the pyramids they were big، كانت كبيره، تمام. ممكن حد يقول ايه I took photos there، انا اتصورت هناك. there يعني هناك. I like the pyramids. ممكن حد يقول حاجه كمان they are، انا هنا هوصفهم، ما دام هتوصفهم اعمل جمله مضارع عادي.
لان هم موجودين لحد دلوقتي. they are popular all over. جمله من جمل ورقه الباراجراف. بوريك ان انت ممكن تستخدم جمل من ورقه الباراجراف وانت ايه يعني لو عطلت في اي موضوع او حسيت الموضوع ده انت مش فاكر تكتب عنه ازاي. they are popular all over the world. they are يا جماعه عشان برضو they are popular all over the world. يعني ايه popular؟ يعني مشهور، شيء معروف او مشهور، شيء معروف او مشهور. تاني، شيء معروف او مشهور. شيء معروف او مشهور يا جماعه في العالم كله. بس كده. لو حد عايز يكتب من جمل ورقه الباراجراف انا بقول لك اهو اكتب، بس لازم تقول لي ايه اسم المكان. لو حد مش عاوز عادي جدا، مفيش اي مشكله. we don't have any problems. ما عندناش اي مشاكل مع اي حاجه. نخش بقى على الامتحان التالت يا شباب مع بعضينا. يلا رجاله، يلا بنات. تقفيل باذن الله، لازم كلنا نقفل ان شاء الله ونجيب درجه عاليه باذن الله. واحنا تعبنا واجتهدنا كتير مع بعضينا، حلينا حاجات اصعب من كده بكتير 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 قوي. طيب بيقول لك حاله ان تامر، انا مدربك على كده قد كده 20 مره. حلا اند تامر are talking about. حلا وتامر بيتكلموا عن helping mom and dad. تساعد مين؟ بابا وماما او ماما وبابا. هنا الامتحان رقم 3 عشان بس كله يبقى شايف موديل 3. طيب بص معايا بقى، بيقول لك do you help your mom at home؟ هل تساعد مامتك في البيت؟ احنا قلنا اي سؤال مش اوله WH يبقى سؤال بهل. تمام. بيقول له that's very nice، رائع of you تامر، حلو، يبقى بيساعدها، يبقى yes you بتحول ل yes I do. تاني حاجه بقى هنعمل جمله ولا سؤال؟ لا هنعمل سؤال. بسأل على اخر كلمه اهو I help my dad wash the car. اسال على the car ولا wash the car؟ يغسل العربيه. اساله على الحته دي، ما هي دي نفس الحاجه، يغسل العربيه. طيب مش ده حاجه غير عاقل؟ ممكن حد يكتب وات، لا بس هو بيقول لك انا بساعد بابا يغسل العربيه. هقول له كيف تساعد والدك؟ كيف اللي مين هاو. بص بقى بعينك، سالت على اخر كلمه، حددت اداه الاستفهام. الخطوه الثالثه في از او ار او كان او وين، شود او ماست، لا يبقى هنروح لمين؟ يا دو يا داز يا ديد. بص على الفعل تاني كلمه help يبقى do، طب helps يبقى does، طب helped اخرها اي دي يبقى did. هنا مصدر اهي help يبقى do، يبقى how do هتحول ليو. ماي بتحول ليور، محدش ينسى ماي بتحول ليور عشان لو جت في عنوان باراجراف، ويور بتتحول لماي، او ماي تحول ليور بعد كده داد. كيف تساعد والدك؟ بص بقى خد الاجابه من تالت كلمه، اللي هيحل محادثه صح حل القطع صح اهو من تالت كلمه. يو بتحول لاي هيلب، يور بقت ماي، بعد كده داد، والاجابه واش ذا كار. اللي بتسال عليه ما تكتبوش في السؤال. قال له بساعده يغسل العربيه، اقول له حلو جميل زي الفل برافو عليك شاطر. اقول له ايه بقى؟ ذاتس جود ذاتس جود كويس. بس طبعا برضو يا جماعه حاجه معلش برضو حاجه يعني حد بيساعدك في حاجه فقلت له ثانك يو، لو هو مثلا كاتب لك دي وانت عايز تختم الكلام هتقول له you're welcome اللي هي العفو. وبرضه محدش ينسى ثانك يو شكرا. طبعا انا بتكلم في حاجه بسيطه خالص، بس ممكن حد قاعد بيحل محادثه ما ياخدش باله، برضه ناخد بالنا منها. عايز تقول لحد كويس قول له that's good كويس that's good. بس اللي تشوز بتاعنا بقى يا شباب بيقول لك is a group of animals or plants، يعني مجموعه من الحيوانات او النباتات. species انواع. لكن لاند مارك دي يعني معلم سياحي، لا. مست دي يعني ضباب مش محتاجينها في حاجه، ضباب في الجو والكلام ده مش محتاجينها في حاجه. فلات يعني شقه، فلا خلي بالكم لاند مارك علينا في الكلمات الحفظ في يونت 7. لاند مارك. طب اللي بعديها بص قبل النقط the most أو the least، بعد كده صفة أكتر من 5 حروف. أو this cake is the most delicious cake I have ever tasted، أحلى كيكة دقتها في حياتي. in the future في المستقبل يبقى will بيجرى الفعل فين؟ في المصدر. شكرا، ما تديش السؤال أكبر من حجمه. the preserved bodies يعني الأجسام المحنطة، preserved المحافظ عليها of ancient kings للملوك القدامى زمان and queens الملكات are called royal mummies. الافتتاحية بتاعت يونت 7 royal mummies المومياوات الملكية. بص بقى هنا will بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر اهو. جرامر يونت 10
بعد كده يونت 7 must وراها الفعل فين؟ must should can will must should can will الأربعة وراهم الفعل فين؟ في المصدر. طب mustn't shouldn't can't won't النفي بتاع will اللي هي اللي هي دي. الأربعة برضو القاعدة ما بتتغيرش وراهم الفعل فين؟ في المصدر. لو غلطت فيهم في امتحان حرام عليك وعليكي، حرام تغلط فيهم ازاي؟ انت ما بتقراش حاجة أصلا. طيب يبقى هنا الأولى find والثانية respect. find يعني يجد وريسبكت يعني يحترم كلمات يونت 11. بعد كده عندك will برضو will بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر rain. بعد كده بقى بص بيقول لك يوم الجمعة مليكة don't have to wake up early مش محتاجة تصحى بدري. أيوه بس دي مليكة يعني she وكلام مضارع he she وات طول ما موجودين في الجملة وكلام مضارع لازم الفعل اللي وراه محطوط له اس التحقق. لازم أحط اس التحقق. لازم أحط اس التحقق. يبقى بدل don't هتبقى doesn't. ودي لو كانتش جمله منفيه كنت بدل have يعني لو مفيش don't اصلا بدل have كنا هنكتب has to يعني يجب ان. تمام. لكن has بس او have بس يعني يملك او عنده. طيب what's the main idea؟ تعالى لي بقى main idea of the passage. عنوان للقطعه. عايز تطلع اي عنوان لاي قطعه في اي امتحان من اول سطر بيقول لك I wanted to make a delicious vegetable sandwich. هي دي هي دي. بس طلب بقى خد مني بقى خد يعني من حد بيحبكم. تمام. هتكتب كده هقول لك انا عايز اعمل سندوتش خضار. تمام. لذيذ. مش عارف ايه سندوتش خضار دي بس ماشي يعني هو اللي بيقول يعني. المهم هتروح قايل كده how to make a delicious اللي هي لذيذ ده العنوان vegetable ساندويتش. تروح حاطط علامة استفهام كده how to make ازاي تعمل ساندويتش لذيذ خضار. ساندويتش خضار لذيذ مش عارف ايه ده. المهم بيقول لك what does او فين تلاقي الكلمة او he put on the bread. هو حط ايه على العيش؟ حط ايه على العيش؟ حط ايه على العيش؟ فين اهو اهي بص بيقول لك I spread butter on the bread. اهي on the bread بس اهو هي دي. بس وانت بتجاوب بقى ما تبقاش انا اسف يعني ما تبقاش مغفل. ليه؟ بقول لك هي هتيجي تقول له اي وانت اللي عامل الساندوتش ولا هي طب هي وشي وات باخد الفعل احط له ايه؟ اس التحقق يبقى هي spreads. مش هينفع نقول spread والاجابه هي. لازم ناخد بالنا محدش ينسى. طيب بيقول لك بقى delicious يعني ايه؟ طبعا delicious يعني لذيذ يعني جيد اكيد مش horrible فظيع ولا dangerous خطر وباد يعني سيء. طيب نيجي على اللي بعديها بيقول لك the sandwich is طبعا ساندوتش خضار يعني صحي يبقى healthy and delicious من غير ما تبص على القطعه. طيب نيجي على الباراجراف عندنا بيقول لك house chores. انا هقعد بقى واقراها لكم. house chores يا جماعه يعني ايه؟ يعني ايه house chores؟ يعني اعمال في المنزل حاجات ممكن تعملها في البيت. اول جمله هي I wash the dishes يعني انا بغسل المواعين مثلا. I tidy my room انا بنظف الغرفه بتاعتي او برتب الاوضه بتاعتي. ممكن حد يقول I clean my room. كلمه clean ممكن حد يكتب clean ينظف لان tidy ممكن تجيب معنى يرتب فعادي جدا ما عندناش اي مشكله يا جماعه. بعد كده يا جماعه عندنا I help my mom in the kitchen بساعد مامتي في المطبخ. بعد كده رحت قايل I fix things at home انا بصلح الاشياء في البيت ما فيش اي مشكله. 4 جمل على حاجات ممكن تعملها في البيت. ده حد هنا قال I do my homework صح. تخيل والله العظيم انت بتكتب اي حاجه ممكن تعملها في البيت بس كده. ممكن حد يقول I help my sister in her homework انا بساعد اختي في واجبها. ما انت عادي ممكن تعمل كده في المنزل. ما دي اعمال في المنزل بتساعد اختك او بتساعد اخوك عادي زي الفل. بس وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا اللي هو بيتكلم عن يونت او بيتكلم عن المراجعه الشامله بتاعتنا للمنهج وعشان الامتحان باذن الله ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا جماعه نهتم بالفيديو ده. الامتحان هيجي من الفيديو مع اللي احنا هنراجعه مع بعضينا في السنتر ان شاء الله.